وزي ما احنا شايفين، زي ما احنا متوقعين، زي ما احنا بنشوف في كل الحالات، يعني احنا معانا النهاردة فنان غريب جدا، فنان عجيب، فنان بسيط جدا. انا مش عارف اقول ان هو فنان ولا هو حد محترم ولا هو حد كويس. اول بداية على حسب رمضان وكل سنة وانتم طيبين، وداخل علينا العيد اهو، ربنا يتمم لنا بخير. يعني الحاجة اللي احنا شايفينها ان ده نموذج من افضل النماذج اللي احنا لازم ندعمها. وهو الطفرة اللي حصلت معاه دي مش طفرة بسيطة ولا طفرة غريبة، لا دي حاجة كالمعتاد يعني. والبرنامج بتاعه مش مصروف عليه جنيه واحد، ولكن وقفوا في ظهره شوية شباب جمال جدا وشوية شباب محترمين جدا. واللي احنا شايفينه ده الفنان، مش عارف اقول فنان بصراحة، ولا اقول الجميل، ولا اقول الاستاذ، ولا اقول رئيس القسم. سامح حسين من افضل الناس ومن افضل النماذج اللي احنا بنشوفها، وعلى حسب المحتوى النقي، المحتوى النظيف، المحتوى الجميل جدا اللي هو بيقدمه من ضمن القاع اللي كنا بنشوفه واللي احنا متعودين عليه. سامح حسين اتكرم، وكمان طلع في لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكمان كرمته الدولة، ومازال ان هو في تكريمات، ومازال ان ربنا فتحها عليه من حيث لا يحتسب. ليه بقى؟ اول حاجة هو بيتكلم في حاجات هادفة، وبيتكلم من قلبه وبكل صدق، ويعني مش بيحور ولا بيستهبل، لان هي مش ناقصة ان هو يحور، ومش مستاهلة. طلع في احد اللقاءات سامح حسين بيقول ايه بقى؟ بيقول ان احنا كنا بناكل اكل الفراخ. ازاي كان بياكل اكل الفراخ؟ تعال اقول لك يا صديقي. اول حاجة طلع في لقاء مع محمود الليثي، تمام، بيقول ان هو كان بياكل اكل الفراخ ازاي. والدته كانت بتروح لعمامه، تمام، او لعيلته يعني، كانت بتقول له، هو والده متوفي رحمة الله عليه، يعني والده كان منفصل عن والدته كده، وكان متجوز على والدته حاجة زي كده يعني. والدته رحمة الله عليها حاجة يعني ربنا ما يحط حد فيها. هو كان بياكلوا من اكل الدجاج، بمعنى ان والدته كانت تروح مثلا للعيلة تقول لهم انا مربية فراخ عندي في البيت وحاجات زي كده، فلو في بواقي اكل بتزيد عندكم او حاجات زي كده ممكن تدوهاني يعني. وكانت بتلف على العيلة وكده، وكانت بتجيب بواقي الاكل، ولكن للأسف هم ما كانش عندهم فراخ ولا طيور ولا حاجات زي كده، وهم اللي كانوا بياكلوا الأكل. انت متخيل يا صديقي؟ متخيل واحد مر بإيه ومر بظروف قد إيه، والحد قد كده ما فقدش أمله، ما سابش نفسه للشيطان، ما اتفتنش زي باقي الناس اللي اتفتنت، واللي راح مش عارف عمل ايه، واللي راح سوى ايه، واللي راح فتح تيك توك، والتانية اللي بتروح تفتح لي تيك توك وتفتح مش عارف ايه، وكبس كبس يا ابو عدمان، كبس كبس يا ابو بجنجان. ده نوع من انواع الحاجة الجميلة اللي احنا لازم ندعمها، والحاجات الجميلة اللي احنا لازم ندعمها اللي هي زي سامح حسين. طيب، بمعنى ان هو قدم محتوى جميل، ومحتوى اتسمع، ومحتوى كل الناس شافته، وكل الناس دعمته، وكل اهل مصر دعمت سامح حسين. فسامح حسين بعد برنامج قطايف ده جات له عروض غير طبيعية، وجات له اعلانات، وربنا فتحها عليه من حيث لا يحتسب. والدنيا زي ما بتقول ايه، فتحت دراعاتها كده وبتقول له خد عندك وهات عندي ويلا بينا. فانا اتمنى ان كل الناس تبقى زي سامح حسين. ليه؟ لان سامح حسين حاجة جميلة جدا، وحاجة كنت ان تكون انها حاجة مميزة. ويا رب يكرمكم كده ويكرمنا، وتبقى كل الناس عاملة زي سامح حسين، وتبقى كل الناس بتقدم نفس المحتوى اللي هو بيقدمه، وكل الناس بتتكلم على نفس الحاجات اللي هو بيتكلم عليها، وبيقدم نفس الدراجلي او نفس الدراما او نفس الحاجة بنفس الكواليتي اللي هو بيقدمه، بمعنى الصيغ اللي بتتقال، بمعنى الكلمات اللي بتتقال، بمعنى انه بيدي امل للناس، بمعنى ان في ناس كانت بعيد خالص عن ربنا، في ناس بعيد خالص عن قيمها واخلاقها، في ناس بعيد خالص عن كلمة الحق، في ناس بعيد خالص عن حاجات كتيرة جدا جدا. ولكن سامح حسين ابتدى ان هو يتكلم على الفئات دي، ابتدى ان هو ينصح الفئات دي، ابتدى ان هو يدي معلومات
للفئات دي، ويزيدهم اكتر من معلومات، ويزيدهم بحاجات كتير جدا، بحيث ربما الناس تاخد بالها وترجع عن اللي هي بتعمله. ولو ميزج او نموذج زي نماذج التيك توك والحاجات القرف اللي احنا بنشوفها الايام دي. وربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب العالمين، وربنا يكتب لكم كل خير وكل سلامة، وربنا يخلي كده الناس الجميلة اللي هي بتقدم محتوى جميل زي سامح حسين.